أهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات مريم شانيل تيفي. إن شاء الله الرحمن الرحيم. اليوم غادي نقدم لكم واحد الحليوة اللي هي غادي تكون حليوة سهلة، خصوصا حنا في الأيام يعني ديال العيد، عيد الفطر اللي الله يدخلوا علينا إن شاء الله بالصحة والسلامة وبكل الأمنيات الجميلة إن شاء الله يا ربي. كما كتشوفوا معايا الحلوة غادي تكون عبارة عن حلوة الساقية، كما كتشوفوا اللي غادي تكون بمكونات جد بسيطة سهلة التحضير وسريعة بطبيعة الحال، مكونات جد بسيطة غير مكلفة، يعني كتوجد في أسرع وقت وبمكونات بسيطة. خليكم معايا باش تعرفوا على المقادير. وهنا غادي نبداو على بركه الله. بالنسبه للمكونات عندي 400 غرام من التمر اللي كنكون منزوع عليه النواه وكنكونوا طحناه. عندي هنا واحد الكميه ديال الزنجله اللي تيكون محمر اللي غادي نفندو فيه الحلوه ديالنا. هنا عندي واحد الكميه من الشوكولات الاسود، وعندي هنايا كذلك الكميه من الشوكولات الابيض. هنا عندي واحد 500 غرام من الكاوكاو كما كتشوفوا معايا. انا هنا عملت له واحد القليل من الزيت ودخلته الفران، يعني كيتحمر، كيجي يعني سهل بالخصوص يعني دغيا كيتحمر معانا. انا في هذه الوصفه هنا غادي نستعملو بالقشور ديالو. اول حاجه غادي ناخذ كما كتشوفوا معايا، غادي ناخذ واحد الهاشوار اللي غادي نعمل فيها الكاوكاو ديالنا. هاد الطريقه اللي قلت لكم يعني سهله في التحمار ديال الكاوكاو ديالنا وكتجي صحيه، يعني عوض ما غادي نقليوه كنديروا هاد الطريقه كتجي كما قلت لكم صحيه، يعني وحتى الوقت ما كتشدش معنا الوقت بزاف. كما كتشوفوا معايا غادي نطحن الكاوكاو ديالنا ونتلاقى انا وياكم ان شاء الله. هنا بعد ما طحنت الكاوكاو ديالنا كما كتشوفوا الغزالات ديالي كيكون القوام ديالو على هذا الشكل. حاولت اني ما نطحنوش يعني بزاف، نخليه يعني حجم يعني لا باس به. هانتوما كما غتشوفوا معايا عن قرب، يعني كنخليوه كيبقى داك الكاوكاو كيجينا بحال المرمل. غادي ناخذ واحد الاناء غادي نصب فيه الكاوكاو اللي طحنت كما كتشوفوا. هنا بغيتو تعملوا الكاوكاو اولا اللوز اولا الزنجلان، كما قلت لكم داكشي كيبقى اختياري. خصوصا ان هاد الحلوه ديال الساقيه عملت واحد الضجه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكتجي يعني بنينه، سهله التحضير، يعني كما قلت لكم ما تاخذش معنا واحد الوقت اللي هو طويل. هنا كما كتشوفوا معايا عندي واحد المعلقه صغيره من القرفه للتنسيم، غادي نمزجها مع الكاوكاو على هذا الشكل، وغادي نضيف التمر اللي قلت لكم. انا هاد التمر حضرته في البيت، بامكانكم انكم تاخذوا الجاهز، يعني كتاخذوا داك التمر اللي تيكون معسل داك الرطب، كتحيدوا له النواه ديالته وكتنقيوه مزيان وكطحنوه، يعني كيجي معلق كما كتشوفوا. وكاين الجاهز بطبيعه الحال اللي استعصى عليه انه سميتو، يعني كاين دوك الجاهز يعني تيكون كيتباع عند اصحاب المحلات اللي كيبيعوا مستلزمات الحلويات. كما كتشوفوا معايا غنحاول انني نمك داك الزنجلان او عفوا داك الكاوكاو مع التمر اللي عندي على هاد الشكل. كما كتشوفوا الغزالات ديالي يعني كنمعكو التمر، كنحاولوا اننا ندخلوا فيه داك الكاوكاو. وكما قلت لكم ان هاد الحلوه ديال الساقيه كتجي رائعه وصحيه، يعني كنحاولوا كما قلت لكم كنجمعوها بالرؤوس الاصابع ديالنا. هنا كما كتشوفوا معايا هانتوما كتولي كتجمع لينا. هنا غادي نضيف انا واحد 2 المعالق كبار من العسل، كيبقى اختياري، بغيتو تضيفوه ضيفوه، ما بغيتوش نتوما اختياريين. غادي نمزج الكل كما كتشوفوا معايا، كنحاول انني نعملها على شكل، يعني هنا كما كتشوفوا عندنا العقده ديال الكاوكاو والتمر. هنا من بعد ما جمعت يعني العجين ديالنا او العقده ديالنا، هنا غادي نقطعها على 4 كرات كما كتشوفوا، اللي غادي نشكلها على شكل اشرطه طوليه.
غادي ناخد الزنجلان اللي ذكرت لكم سابقا اللي كنكون حمرته، وغادي ناخد الكره الاولى اللي غادي نشكلها على شكل كما كتشوفوا معايا شريط طويل على هذا الشكل اللي تيكون فند في الزنجلان بطبيعه الحال. غادي ناخد الكره الثانيه بنفس الطريقه، كنحاول انني نطلقها وكنفندها بطبيعه الحال في داك الزنجلان اللي عندنا. كما قلت لكم يعني الطريقه سهله ومبسطه، حاولت انني نبسط لكم طريقه ديال هاد الحلوى. كنتمنى ان الشرح ديالي يكون مفهوم وواضح بطبيعه الحال، وخصوصا يعني حنا في هاد الفتره ديال العيد علاش لا منحضروش يعني دوازاتاي اللي كيكون سهل. هانتوما شوفوا معايا الغزالات ديالي كيكون الشكل ديالهم على هاد الشكل. انا هنا خديت واحد الراس ديال المغرفه اللي متواجد عندكم. كنحاول انني نعمل واحد الثقب اللي هو كيكون على طول الشريط كما كتشوفوا معايا. يعني هنا غادي نحاولوا اننا نحفروا الشريط ديالنا اولا الساقيه ديالنا. كما كتشوفوا كنحاول انني نسد هذوك الجوانب بنفس الطريقه. غادي نعمل الباقي الكريات اولا باقي الاشرطه اللي عندي. هانتوما شوفوا معايا انا هنا استعملت مغرفه، خديت هذيك العصيه ديالها اولا الراس الفوقاني ديالها هو اللي تكيت به هاد العقده ديال التمر والكاوكاو كما كتشوفوا على هاد الطريقه. يعني طريقه مبسطه ما كانش متوفر عندكم، راه يمكن لكم ديروا غير رؤوس الاصابع ديالكم تحفروا بهم. يعني كنحاول انني نبسط لكم الشرح باش يجيكم سهل وما يجيكمش صعيب. هنا الغزالات ديالي بعد ما كملت غادي ناخد الشكلاط اللي غادي نضيف له معلقه من زيت المائده وغادي نحطه فوق النار اللي غادي تكون مهيله بطبيعه الحال مع التحريك المستمر. بالنسبه لي انا هنا يعني غادي نعمل الشكلاط عيني ميزاني. هنا كما كتشوفوا يعني ما كنزقاوش من التحراك، لانه خصوصا حنا عارفين ان الشوكولاط الابيض يعني كيبغي التحريك المستمر، ونحاولوا انه ما يقيسوش لنا الماء لانه دغيا كيفسد. هنا خديت واحد البلاستيكه اللي عملت فيها الشوكولاط كما كتشوفوا، وغادي نحاول انني نعمر بها دوك الحرابل اللي عندنا على هذا الشكل. هانتوما شوفوا معايا يعني هاد الحلوه ديال الساقيه كما قلت لكم سابقا انها سهله وبسيطه، حتى المكونات ديالها بسيطه. صدقوني انها راه كتجي رائعه يعني همويه، يعني حلوه تستحق التجربه. هنا كما كتشوفوا معايا كنحاول انني نعمر دوك الفراغات، يعني ما نخليش داك الفراغ في الشريط ديالنا. هانتوما شوفوا معايا هنا من بعد ما كملت غادي نخليها تبرد ونتلاقى انا وياكم باش نضيف يعني الشوكولاط الاسود. هنا من بعد ما برد لينا الشوكولاط الابيض هنا نفس الطريقه، يعني ذوبت الشوكولاط الاسود وعملته في واحد البلاستيك وزينت به. هنا كناخذ واحد الكوردون، يعني التزيين كيبقى اختياري، كل سيده وكيفاش كتبغي تزين يعني الحلوه ديالتها. يعني كنحاولوا اننا نتفنوا نعملوا خطوط نطلعوا ونهبطوا، دائما كيبقى كما كنقول لكم التزيين اختياري. هانتوما شوفوا معايا كندي يدي وكنعاود نرجع، يعني نلعبوا واحد شويه علاش لا. بطبيعه الحال الطبخ يعني هو فن خصنا دائما نبدعوا فيه. هنا غادي نخليها غادي تبرد تقريبا حوالي واحد نصف ساعه ونتلاقى انا وياكم ان شاء الله. خليكم معايا باش تعرفوا وباش تشوفوا الشكل ديال الحلوه الساقيه ديالنا. خليكم معايا. وهنا الغزالات ديالي من بعد ما بردت الحلوه ديالنا وخرجناها من يعني المجمد اولا
يعني على حسب شوفوا نتوما يعني يعني البلاصه اللي كتبردوا فيها. هنا غادي ناخذ واحد السكين اللي تيكون حاد بطبيعه الحال، كنقطع الحلوه ديالنا على هذا الشكل. بامكانكم نتوما تقطعوها مائله، يعني كيبقى الاختيار لكم. ها نتوما شوفوا معايا القوام ديالها كيفاش كتكون والشكل ديال حلوه الساقيه. هنا كنحاول انني ناخذ هاد القوالب كنعملها فيها للتزيين، يعني عن قرب. ها نتوما شوفوا الشكل ديال الحليوه ديالنا، صدقوني انها كتجي رائعه شكلا ومذاقا. هنا غادي نبقى مستمره حتى نكمل الحلوه ديالنا ونتلاقى انا وياكم في الشكل النهائي. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال حلوه الساقيه ديالنا اللي حضرت معكم اليوم. الوصفه او الحليوه دوازاتي للعيد بطبيعه الحال. هاد الوصفه يعني معتمده عندي، صدقوني انه كتجي اكثر من رائعه. شكلا كما قلت لكم سابقا، شكلا ومذاقا. كما كتشوفوا معايا ضروري كيف العاده غادي نوريكم قطعه عن قرب باش تشوفوا الشكل ديالها والقوام ديالها كيفاش كتجي. يعني غير مكلفه. الا لاحظتوا معايا القوام ديالها كيفاش كيجي، كنتمنى انكم تجربوها وتتبعوا الطريقه كيف ما هي مذكوره. الا عجبكم الفيديو ما تنسوش تخليوا لي لايك للتشجيع وتشاركوا الوصفه مع الاهل والاحباب والأصدقاء في مواقع التواصل الاجتماعي. إذا كنتم من الناس لأول مرة كيشاهدوا القناة ديالي وعجبكم المحتوى، فما تنسوش دائما أنكم تابوناو في القناة، أبوني أو سبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد على القناة.